على سلامتكم ومرحبا بكم وفي زنايق القصبة نلاقيكم. راكم مع ريمايند، جينا باش نكملوا الحكاية اللي بديناها كيف من دار عزيزة. اليوم رانا في قصر مصطفى باشا يا درا، واجدين التحويسة. داخلين من باب الدار للسقيفة الأولانية. هاد سقيفة مديورة باش الناس اللي يجوا يحبوا يشوفوا الباشا ويهضروا معاه ولا يشاوروه يقعدوا هنا يستناوه حتى يجيهم السماح بالدخول ليه في السقيفة اللي موراها. راكم تشوفوا بلايص القعاد وكيفاش مزينين بالزليج قبل ما ندخلوا للسقيفة الثانية. وهذه السقيفة الكبيرة راكم تشوفوا جاية بالطول وفيها بلايص من دو كوتي. هاد السقيفة فيها وينيش ادغوات وسينيش اغوش، فيهم مقواس ولا دي زارك اون اكولاد ودي كولون دوبل افو تورسادي. يعني كيما راكم تشوفوا بين كل فراغ وفراغ ولا بلاصه وبلاصه رانا نشوفوا باللي كاين زوج لي كولون والشكل تاعهم راهو ملفوف. وحاليا السقيفه الكبيره راهم عارضين فيها بعض اعمال الحرفيين الجزائريين، وهاد الفتحه مديوره باش يدخل الضوء والهواء للسقيفه. والفراغ وين كاين هيك راكم تشوفوا الريدوات بالاحمر كان تما يقعد الباشا باش يجوا الناس يهضروا معاه. حتى لي بتي كادغ اللي حاطينهم هنا يعبروا بزاف على طريقة العيش ولو مود دو في تاع ناس القصبة في الجزائر القديمة. نلقاوهم عارضين تانيك بعض قطع الزليج اللي كاينين في هذا القصر. ونجوزو للسقيفة الثالثة. دوك تقولوا لي ريم هاد القصر هذا شحال فيه من سقيفة؟ بالعقل ما تقلقوش، دوك نفهمكم. السقيفة الأولانية قلت لكم باش يسناو الدخول للتكلم مع الباشا. السقيفة الثانية مديورة باش يقابلوا فيه الباشا، بصح تبقى ان اسباس بوبليك لأنه أي واحد يقدر يدخل يتكلم معاه بعد ما يتم السماح له بدخول القصر. السقيفة الثالثة مديورة باش تفصل بين الاسباس بوبليك والاسباس بريفي. اصلا هذا الباب اللي راكم تشوفوا فيه يتسمى باب الفصيل لانه يفصل بين الجزء اللي يقدر عامة الشعب يقابل فيه الباشا والجزء اللي يعيش فيه الباشا مع الحريم والولاد ديالو. هنايا رانا في وسط الدار ونخليكم تشوفوا وتتمتعوا بالاورغانيزاسيون. وهنا نقدروا نلاحظوا بلي القصر مبني على 4 طوابق. الطابق الأرضي اللي فيه وسط الدار والبيوت، الطابق الأول اللي فيه الصحين والغرف، المنزه في الطابق الثالث، والطابق الرابع اللي فيه جزء أصلي وجزء نزاد في الفترة الاستعمارية. بالنسبة لبيوت الطابق الأرضي حاليا راهم عارضين فيها دي طابلو تاع فنون الخط والمنمنمات. بلا ما نساو لارك الجيروا ولا القوس الجزائري اللي موجود غير في القصور الجزائريه. ونطلعوا للطابق الاول كيف باش نخرجوا في الصحين اللي نطلعوا منه على وسط الدار. هذا القصر فيه زوج جهات باش نطلعوا للطابق الاول. كاين الجهه هذه الاساسيه اللي جزء منها الباشا مع الحريم وولاده، وكاين جهه اخرى تخرج في الخيامه دوك نجوزو منها ونشوفوها. هذيك الجهه يجوزو منها العمال تاع القصر. كيما راكم تشوفوا كاين فراغ يعني في لو كوتي تاع الدروج. هذاك الجهه نقدروا نعتبروه ان بالي دروبو ولا يشبحوا به يحطوا فيه الزينه للقصر ديالهم. ورانا خرجنا في الصحين. هنايا كيما قلت لكم كاينين الغرف حاليا راهم حاطين فيهم تاني كلي طابلو وجاي ساير داير نطلو به من الدربوز على الوسط الدار.
والطلعة الثانية اللي قلت لكم عليها رانا رايحين ندوزو منها كيف كيف. شوفوا معايا الطلعة الخيامة اللي هي الكوزينة. يعني صراحة لورغانيزاسيون سباسيال تاع هاد القصر عجبتني بالبزاف، لانه كان كلش غيفليشي. حتى من الخيامة كاين باب اللي تخرج مباشرة للطابق الأول، يعني اللي يكونوا العمال اللي يكونوا في الطابق الأول ما كان لا يهبط حتى لغاية شوسي باش يعاود يطلع الخيامة. كاين ديريكتومون باب تخرج من الطابق الأول للخيامة. حتى هنايا في لاكويزين خموا على سيستم دايراسيون، سيستم تاع الطبخ، كيفاش حتى ما تكونش عندهم سخانة بزاف وهما يطيبوا. نخليكم تشوفوا كلش. وهنا من الكوزينة نخرجوا ديريكت للطابق الأول كما قلت لكم بلا ما نعاود ندير تور دو موند. حبيت تاني نوري لكم الحمام اللي كان منقسم للبيت الباردة والبيت سخونة. ما على باليش الا لاحظتوا بصح التزيين تاع الزليج اللي كاين في الحمام يختلف بزاف على اللي كاين برا. هنايا راهم مزيين بالبواخر اللي كان يرمز لقوة وتنوع الأسطول الجزائري في هذيك الفترة الزمنية. راهم مرقمينهم تاني باغ نيميرو، كاين وقيل اكثر من 100 نوع. الحاجه اللي عجبتني سيكو مقسم لبلوزيور سيكونس، راكو تشوفوا نديرو طراجي كبير باش نلحقوا الحمام. ساسبواب اللي كانوا يخموا بزاف على الانتيميتي. ودوكا رانا طالعين للمنزه. المنزه هذا VIP باش يخلوك تطلع بالتحلال. على كل حال انا هذه اجمل جزء عندي. التزيين تاع دروج المنزه ما يختلفوش بزاف على تزيين دروج اللي كاين من الطابق الارضي للطابق الاول، ورانا خرجنا فيه كما راكم تشوفوا. والجزء الرابع تاع القصر اللي راهم قابلنا دوكا كاين منه اللي ينبني في الفترة الاستعمارية، وكاين اللي راهو ادروات اوريجينال يعني اصلي من وقت البناء في الفترة العثمانية. ومنا حابطين من الجزء الأصلي تاع القصر، يعني هذه دويرة، هذا هو الجزء الرابع الأصلي. تقدروا حتى تشوفوا الحيوط باينين يعني قدم. منايا رانا حابطين من الجزء الرابع يعني آخر جزء من القصر لدروج المنزه. وتحويسة اليوم تخلص هنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتمتعتوا، بصح مازال الحكايه طويله. ما تنسوش تابوني وريمايند وتابعوني على انستغرام والتيك توك لمزيد من المعلومات التاريخيه الثقافيه والعلميه.